شايفين الكريب العظمه ده معمول في البيت؟ شايفين زي اللي بيتباع بره بالظبط. تحفه يا جماعه، متماسك، مش اقتصادي، مش مكلف خالص. كل حاجه موجوده في البيت. ببيضه واحده بس هتعملي كميه كبيره. وبصي الكريبايه قد اللي بتجيبيها من بره، كريبايه كبيره كده ومحترمه. شايفه متماسكه ازاي؟ مش بتتقطع في ايديكي، خفيفه، رقيقه جدا. تمام. هقول لك كل تفاصيلها، المقادير بالكوبايه، وهقول لك كمان ازاي تقفليه وازاي تحشيه وازاي تسويه ويطلع زي اللي بره بالظبط تيبيكال، ما يفرقش عنه حاجه واحسن كمان. تمام. لان احنا هنحط له اضافات هتخليه ليه قيمه غذائيه حلوه جدا، وبرده في نفس الوقت الاضافات دي من البيت. وهقول لك ايه هي البدايل، اقول لك على كل التفاصيل. يلا بينا نبدا الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل معايا 3 كوبايات دقيق، اللي هو مج الشاي العادي. معايا بيضه واحده بس. حطيت رشه فلفل على البيضه، وممكن كمان تحطي معلقه خل صغيره. تمام. احط كمان معلقه لبن بودره كبيره، رشه الملح، احط بقى ايه كمان، هحط 4 كوبايات ميه بالمج الشاي العادي، بنفس المج اللي انا حطيت بيه الدقيق. تمام. الدقيق منخول يا جماعه. تمام. تمام. وهنقلب بقى كل ده مع بعضه، البيض مع الايه، البيض مع الفلفل الاسود مع الخل، وهنضربهم ايه كويس قوي. وبعد كده هنرجع نضيف الدقيق، 3 كوبايات دقيق منخولين، هنضيفهم كلهم وبالراحه واحنا بنقلب علشان ما نبهدلش الدنيا زي ما انا بهدلت الدنيا كده. تمام. تمام. طيب بعد كده بقى هنعمل ايه؟ اهو انا خدت ال4 كوبايات كلهم. تمام. هوريكي كمان دلوقتي السمك المظبوط للعجينه اللي معانا. تمام يا جماعه. تمام. احنا مش عايزينه يبقى السمك بتاعه تقيل علشان تعرفي توزعيه في الطاسه كويس. بصي كمان حطيت ايه، ربع كوبايه زيت، نفس المج بنفس المج، ربع كوبايه زيت بنفس المج. وهقلب كل المقادير دي كلها مع بعضها، وبعدين ارجع اصفيها في مصفى سلك علشان اي تكتلات موجوده في العجينه انا اتخلص منها نهائيا. يا اما انت ممكن تعملي الخليط ده كله في الخلاط عشان تضمني ان هو ما فيهوش اي تكتلات. تمام. تمام. انا هوريكي دلوقتي التكتلات اللي موجوده في في الكريب بتاعنا. طيب نيجي بقى دلوقتي بالنسبه للتسويه. التسويه يعني لو انا عايزاها كريبايه صغيره اصغر من اللي انا كنت عاملاها، يبقى هتعملي في طاسه. اهم حاجه يكون الحاجه اللي انت هتعملي فيها يعني ماده مش بتلزق، يعني الحاجه مش بتلزق فيها. تمام. انا هنا معايا صينيه، الصينيه دي مقاس 28. تمام. انت ممكن بقى لو عندك اللي هو الطاسه بتاعه الكريب ممكن تعملي فيها. بصي انا حطيت بصي كده ووزعته بنفس الشكل ده. الطاسه يا جماعه دافيه، الطاسه دافيه، دوبك حطيتها سيكه كده على البوتاجاز ونزلتها على طول. بعد كده عملت ايه، البوتاجاز على نار هاديه. تمام. انا موطيه العين. وزعته عليها مسحه زيت في اول حاجه في الطاسه. وبعد كده بتحطي بقى انت اول طاسه بس ممكن يعني ممكن ما تظبطش معاكي قوي، علشان بس تعرفي المقدار الصينيه بتاعتك او الطاسه بتاعتك بتاخد قد ايه. تمام. انا هنا خدت معايا كوبايه كبشه وربع، كبشه ونص، سوري، كبشه ونص. تمام. انت بقى هتشوفي مقدار الطاسه اللي عندك هتاخد قد ايه. تمام. تمام. انا بقى حطيته على نار هاديه، ما بجيش جنبه نهائي خالص، بلف الصينيه بس علشان كله يستوي زي بعضه. لكن انا ما بجيش جنبه، مش هقلبه ابدا نهائيا نهائيا لحد لما الاقي الاطراف بتاعته فصلت عن الطاسه. الاطراف فصلت عن الطاسه لوحدها، فهتلاقيها نشفت كده. دلوقتي هوريها لك. ابدا ابدا ان انت تقلبيه وهو لسه زي ما هو قدامك كده، هيتقطع منك وهيتبهدل. فلازم علشان تعملي الكريب في البيت لازم يبقى عندك طولة بال شويه، انك انت تقفي قدامها شويه لغايه اما تستوي براحتها. ما تستعجليش عليها وتعلي النار
وما تستعجليش عليها وتقلبيها بسرعه علشان خاطر ما تتفتفتش منك وتتقطع وترجعي تقولي الوصفه دي مش مظبوطه. لا، الوصفه مظبوطه مليون في الميه، العجينه مظبوطه مليون في الميه. وزي ما انت شايفه كده، لو هي نفخت معاكي بنفس المنظر ده هتدوسي كده بسباتيولا بالراحه خالص. بصي انا بطبطب على الكريبايه مش بدوس وبعجن عشان ما تتقطعش معايا. طيب بالنسبه بقى للبدايل اللي احنا قلنا عليها، البدايل بديل اللبن البودره ممكن تحطي مثلا تشيلي كوبايه من الميه وتحطي بدلها حليب. تمام تمام. وتلغي اللبن بودره. بس اللبن البودره بيدي طعم حلو، وفي نفس الوقت انت لما بتعجني بالميه بتديها بقى ان هي تبقى متماسكه. تمام، بتخليها لك تبقى متماسكه. بصي انا هنا في اللقطه دي انا وريتك ان هي ازاي الطروف الاطراف بتاعتها خلاص فصلت عن الصينيه وانا قلبتها. شايفين شكلها يا جماعه؟ شكلها تحفه بجد، عظمه على فكره، عظمه على عظمه. شويه كريب بقى ما اقولكيش عليهم بجد، تعمليهم في البيت احسن كتير. سندوتش الكريب دلوقتي بقى قد كده، اعمليه في البيت لولادك بقى يا سلام. ومناسبه العيد بقى كل سنه وانتم طيبين وبالصحه والسلامه ان شاء الله، ويرد عليكم الايام بخير دايما. اعملوا بقى الحاجات دي للولاد في البيت بدل ما يروحوا يشتروها من بره، اعملها لهم في البيت. انا هوريكي كمان طريقه التقفيل وطريقه التسويه من فوق كمان، واقول لك ايه الحاجه اللي انا عملتها وطلعت مش مظبوطه ومفروض انت كمان ما تعمليهاش علشان يطلع معاكي الكريب مليون في الميه مظبوط. انا بصي هنا بوريكي، شايفه شكل الكريبايه والله العظيم تفتح النفس، تتاكل نيه يا جدعان. ده انت ممكن تعمليها كده وتعملي فيها يعني السندوتشات السوري دي بدل ما تروحي تشتري من بره العيش السوري والكلام ده كله. وبصي الرغيف كبير يعني محترم، مش اللي هو رغيف صغير، لا الرغيف كبير وحلو. والكميه اللي احنا عملناها دي هتعمل معايا 11 رغيف 12 رغيف، حلوه جدا يعني، عملت معايا كميه كويسه. تمام، انت ممكن تضاعفي الكميه لو انت اسرتك كبيره، او ممكن تعملي اقل لو انت عايزه. كل الحكايه احنا عملنا ايه؟ دقيق وميه وبضايه، يعني مش موضوع كبير. بصي انا موطيه العين ازاي زي ما انت شايفه كده. طب دلوقتي انا بقى لسه عامله في الطاسه، والطاسه بتاعتي سخنه. اعمل ايه؟ هطلعها بره البوتاجاز، احطها بره كده على الرخامه او على جنب لغايه اما تهدى خالص وتبرد وتبقى الصينيه معايا دافيه. ابدا احط لها مسحه زيت بالمنديل تاني، وارجع احط كريب تاني. بس معلش اللقطه دي ما جاتش، الحته دي ما جاتش وانا بحط الكريب تاني وبس. وبنفس الطريقه كده انا بدوس وبقلب لحد ما الكريب كله يخلص معايا واخلص كل الكميه بتاعتي. زي ما قلتلك الكريب هيسبل طويل شويه علشان ما تعليش النار عليه. تمام، انا قلتلك كل ال الخطوات اللي هتنجح معاكي الكريب. المقادير دي مظبوطه مليون في الميه، اعمليها وان شاء الله هيطلع معاكي وصفه مضمونه 100%. طيب لو انت بقى شطوره وصلتي معايا لغايه هنا في الفيديو يبقى اكيد الفيديو عجبك واستفدتي منه ولو حاجه بسيطه. طب لو الفيديو عجبك هتعملي ايه؟ هتحطي اللايك بتاعك الجميل اللي زي العسل زيك، وبعد كده تكتبي كومنت حلو عشان تشجعيني. ولو انت جديده لسه معايا في القناه ولسه ما اشتركتيش، لازم تنزلي جري 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 كده على كلمه اشتراك وتدوسي عليها وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد دايما. تمام تمام. وتقولي لي اللي انت لسه جديده عندي في القناه عشان ارحب بيكي واقول لك نورتيني وشرفتيني ووجودك على راسي من فوق. وشايفه الكريب بتاعي عسل ازاي؟ يلا بقى تشجعي كده وقومي اعمليه وقولي لي في الكومنتات بعد ما عملتيه ايه رايك فيه. شايفه انا هوريكي بقى ازاي هنقفله وازاي هنسويه تاني وازاي تعملي احلى كريب في البيت وما تشتريش الكريب من بره تاني. وادعي لنانو وقولي دعوه حلوه من قلبك. بصي يا ستي، ده مايونيز، واحنا عملنا فيديو المايونيز قبل كده في القناه وانا هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. تمام، صندوق الوصف ده اللي هو هتدوسي على العنوان هتلاقي نفسك دخلتي في صندوق الوصف، هتلاقي بقى الفيديو بتاع المايونيز. معمول بسيط جدا على فكره، ما فيهوش اي مقادير، ما فيهوش اي حاجات من بره، كله من بيتك. انا بقى هنا حطيت مايونيز وهحط شاورما فراخ. طبعا انت تقدري تعمليه باي حاجه، تقدري تعمليه بالبطاطس، يا بطاطس بقى وشويه جبن كده بتبقى روعه. جبن بس تقدري تعملي يعني تشكلي بقى براحتك واعملي وعيشي. بصي بقى يا ستي، احنا طلينا الاول الطرف كده وبعد كده حطينا الحشوه، بعد كده هنقفل كده زي مثلث. شايفين نفس الطريقه كده ايه زي المحلات بالظبط ما بتقفله. تمام، هنيجي بقى على النار
انا كده جهزته وهبدأ بقى ان انا ايه احطه على النار. تمام. تمام. طيب المفروض الصح ان انا ما كنتش احط كم الزيت ده، انا حاطه هنا معلقتين زيت بس، يعني انا على اساس ان انا كده يبقى الزيت قليل، بس انا حسيته برضو كتير، فلا احنا مش عايزين نحط زيت بالمنظر ده، احنا هنحط مسحه زيت بالفرشه كده او بالمنديل. هتحطي مسحه زيت في الطاسه اول حاجه اللي انت هتعملي فيها الكريب، وتديله بقى التحميصه الحلوه. تمام. وبعد كده تحطيه بقى على النار، لكن تحطي معلقتين زيت لا كتير، انا حسيتهم ان هم كتير، فعشان كده الكميه اللي فاضله انا عملتها من غير زيت خالص، بمسحه زيت بس على الطاسه وعملتها. تمام. ده هيطلع كويس برضو، هيطلع حلو، بس الافضل ان انت ما تعمليش فيه زيت كتير. وتعاملي مع الحاجه بشويش بقى علشان ما تفكش منك، وعشان الحشوه ما تقعش منك في الطاسه. شايفين؟ يا سلام على الهبده، يا سلام على اللذاذه. واخدين بالكم انتوا من الهبده والزيت اللي طرطش والدنيا اللي باظت دي؟ واخدين بالكم؟ قولوا لي واخدين بالنا. ايوه واخدين بالنا، عشان ابقى بس عارفه ان انتوا واخدين بالكم. شايفين بقى الجمال؟ بذمتكم مش ده الكريب اللي بيتباع بره؟ مش زيه بالظبط، مش زي ما انتوا ما بتجيبوه من المحلات كده. ده انت ممكن كمان تجيبي لهم الورق بتاع الكريب من عند اللي بيبيع المناديل والحاجات دي، هتلاقي عنده الورق بتاع الكريب، وتجيبيه بقى وتحطيه كده فيه، يا سلام كأني جايباه من بره. اشوفكم على خير في فيديو جديد.